شحال من فيديو في الفيديوهات اللي كنت صايب شحال هادي كنت كنعاود هاد الكلمه ديال المنتل هيلث الصحه العقليه، وما وضحتش وما شرحتش. كنت كنقول لكم تسناو الفيديو وهذا هو الفيديو. المنتل هيلث بصفه عامه هي الجوده ديال الافكار اللي كيخرجوا من دماغك واللي كيعطيهم لك الدماغ. هي التحفيز، القوه ديال التركيز، الدماغ كيفاش كيرياكتي مع العالم برا، وكيفاش كتشوف انت كيفاش كتشوف الدنيا. المهم بزاف ديال الحاجه كيفاش تحكم في المعدلات ديال انكزايتي ديال الديبرسيون وبزاف ديال الحوايج. بصفه عامه كيف ما انت خاصك تريني البودي تاعك والفيزيك تاعك باش تكون خفيف وسط التيران، خاصك تري حتى الدماغ تاعك، ماشي باش تكون حسن في التيران ولكن حتى الجوده ديال الحياه تاعك غادي تزيد غير الى ركزتي على المينتال هيلث. اي واحد باغي يبدا يطور من حياته ولا باغي يوصل لشي نيفو عالي كاتليت، اول حاجه كنصحك بها هي المينتال هيلث. وحرفيا المينتال هيلث تاعك الا كانت في الصفر راك فاهم غادي غادي تنقص فوق شي عباره. حيت ديك كتشوف دوك المرضى الله يعافيهم ويعافينا، دوك اللي كيوصلوا لمراحل عاليه في الديبرسيون، راه المينتال هيلث تاعهم اللي ناقصه. فهمتي كيفاش؟ ف انا عطيك تقريبا 10 11 12 ما عقلتش شحال بالضبط هابيت غادي ديرهم يوميا غادي يفرقوا 360 درجه في المينتال هيلث تاعك. اول عاده هي المايندفولنس ميديتيشن، تامل الوعي. هو نوع ديال التامل من غير داكشي ديال بوذا والمسيحيين داك التخربيق الديانات. هذا التامل كتجلس كتركز على التنفس تاعك وكتحاول تبقى في اللحظه ديال الحاضر. مثلا كتجلس كتغمض عينيك شايق زفير كتركز على التنفس تاعك، واحد اللحظه كتلقى بلا بديتي كتفكر ومشيتي سرحتي. ديك اللحظه ملي كتعرف بلا سرحت كترد التركيز تاعك عاوتاني للتنفس تاعك. ديك كتمشي تركز وكتردو كتبني القوه وكتعلم الدماغ انه هو يبقى مركز لاطول فتره. فهمتي كيفاش؟ بحال مثلا اللي كتكون في الجيم مثلا كتخدم بيسبس باق 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 شكلتي في الدماغ تاعك تبدا 3 دقائق 5 دقائق 10 دقائق. انا نعطيك ديفيد جوغنز مثلا تيدير مايندفولنس ساعه في النهار. تخيل ساعه ديال المايندفولنس، عندك 24 ساعه، ساعه كامله غير مايندفولنس باش تعرف بلا حتى الشخصيات الكبار فاهمين هاد الكونسيبت وتيركزوا عليها. كوبي براينت اللاعب ديال الباسكيت تا هو مايندفولنس. ورا حتى في الصلاه تاعنا هادي كاينه في الصلاه حنا كمسلمين. في الصلاه الصلاه ديال الخشوع انك تصلي ومركز على الصلاه تاعك 100%. فهمتي كيف؟ كتبدا تصلي مركز على مركز على الصلاه تاعك اش كتقول كذا. ما كتسها خاصك ترد التركيز، كتسها كترد ديك التركيز تاعك للصلاه نيت. هادي عباره عن مايندفولنس. فهمتي كيفاش؟ هادي حاجه كاينه عندنا في الاسلام. وهاد العاده بالضبط غادي تبدل لك ماشي غير المنتل هيلث تاعك، غادي تبدل بزاف ديال الحوايج، الفوكس وبزاف ديال الحوايج في الحياه تاعك بصفه عامه. العاده رقم جوج ديال الجورنالينغ، انك تعرف شكون انت وتفرغ المشاعر تاعك وتخطط للحياه تاعك بصفه عامه. غادي تقول لي كيفاش. خاصك ورقه وشي دفتر تبدا كل ليله مثلا ولا صباح وعشيه تبدا تكتب. غادي تقول لي اش غادي نكتب؟ كتب مثلا النهار تاعك كيفاش داز، باش حسيتي الحوايج اللي مثلا ضايقوك، الحوايج اللي فرحتي بهم، شي حوايج انت ممتن ليهم. مثلا سول راسك اسئله. راه الاغلبيه تاعنا ما عارفينش ريوسهم. مثلا الا قلت لك عرف لي راسك بلا ما تقول لي سميتك وكنيتك وشحال العمر تاعك، عارف شكون انت. الاغلبيه غيعطيك شي سؤال شي جواب حامض ولا غيبقى ساكت. عارف شكون راسك. مثلا كتب اسئله، مثلا انا شنو عزيز عليا، انا شنو كنكره، مثلا شنو هما الحوايج اللي كيعصبوني، شنو هما الحوايج اللي كيفرحوني، شنو هما الاشخاص اللي عزازين عليا بزاف، شنو هما الاشخاص اللي كنكرههم مثلا. المهم سولك بزاف، كاينين بزاف ديال الاسئله. عارف راسك شكون انت، غادي تصالح مع ذاتك وغادي تولي داك السيلف لوف. غادي تحب راسك وغادي تفرغ المشاعر تاعك. عندها بزاف ديال الايجابيات حتى بحال المايندفولنس. فندوزو ستيب رقم 3. الا قلت لك واش بغيتي نعطيك الخبره ديال راجل عنده 80 عام دوز بزاف ديال التجارب وكذا 5 دقائق ولا في ربع ساعه، غادي تقول لي نقول لك بدا تقرا كتوبه. بحيث ان مثلا الكاتب كيكون دوز بزاف ديال التجارب وكيكون وصل لواحد المرحله اللي بعيده وكيشارك معك ديك التجربه في بضع صفحات. فهمتي شو ديال الصفحات كتقرا فهمتي كيفاش؟ بنادم
كيشارك معك مونطاليتي تاعو، النجاحات ديالو، كيفاش دير بيزنس، كيفاش تحسن اللايف ستايل تاعك، العلاقات، بزاف ديال الكتوبه. قرا كتوبه قرا كتوبه. غادي نقول نصحني بشي كتاب. كاين كتاب هو احسن كتاب تقدر تقراه هو القران الكريم، بلا داك البلان ديال الدين وكذا والحياه وكذا وفوقيه. القران ماشي تقرا كقرايه مثلا بسم الله كذا، لا، قرا ككتاب، قرا وتدبر في الايات وفهم الايات. فيه شي قصص وفيه شي معاني وشي حوايج اللي ما تقدر تلقاهم في حتى شي كتاب، حيت هذاك الكتاب جا من عند الخالق تاع هذا الكون. فهمتي كيفاش؟ قرا القران، قرا كتوبه 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 كتوبه، غادي يبدل لك النظره تاعك ورا بلا ما نبدا نكثر في الهضره. راك فاهم النصيحه سمعتيها بزاف، ولكن خاصني نعاودها لك حيت واخا كتسمعها بزاف ما كتبقاش فوق. كنصحك بلا تقرا كتوبه، تصنت كتوبه، تصنت البودكاستات، بحال تقرا. خاص يكون عندك داك النهم من المعرفه. الهابيت رقم 4 واللي هي الجراتيتيود او الامتنان. كاين واحد كوت، واحد مقولة، ياك مقولة كتقول ان الا ما كنتيش كتقدر تلقى المتعة في انك تفيق بكري تشرب داك الكاس ديال مثلا ديال القهوة ديال الاتاي وتشوف مثلا الشمس كتشرق وتحس بديك الفرحة، وما تجيش تكون فرحان انت الا شريتي يخت ولا شريتي فيراري ولا مارس وليتي مالك. حيت انك تلقى السعادة في شي حوايج بساط بحال هادو هما اللي كيخليوك فرحان في حياتك. بحيث ان السعادة شحال حنا كانسان ما خصناش نكونوا كنقلبوا على السعاده. فهمتي؟ السعاده شي حاجه كتجي مع راسها. فهمتي؟ ولكن تقول لي كيفاش قراتي في الامتنان؟ كل صباح فيق وحمد الله على ثلاثه الحوايج عندك. مثلا كنحمد الله على يديا. مثلا نقول لك الا تقطعت لي يد شحال تخلص باش ترد ديك اليد؟ تقول لي الملايين. تخيل تقطعت لك حتى يد، تخيل تقطعوا لك رجليك بجوج ما قادرش تمشى، تبقى غير جالس بحال هكا كازين غير في كرسي. تخيل شحال تخلص باش نرد لك رجليك؟ تقول لي الله يعرف، الملايين، فلوس الدنيا كاملين. او ما عندك فلوس الدنيا هنا وفلوس الدنيا عاوتاني هنا. فحمد الله على هاد النعمه. الحمد لله حتى عندي مثلا رجلي، يدي، عائلتي. الحمد لله مثلا هاد الكاميرا، الطبله، التليفون، بيسي، كل الحمد لله. كل صباح فيق ومتن ثلاثة الحوايج، خمسة الحوايج، حمد الله على خمسة الحوايج عندك. نهار على نهار بدا تحس بالسعادة غادي، حيت غادي تكتشف بلي عندك بزاف ديال الحوايج ولكن انت كتقلب. فهمتي؟ ديما كتقلب خاصني وكتنسى داكشي اللي عندك. فهمتينا ستيب رقم 5 وهي sit in silence، او انك تجلس في السكات. في هذا العصر بالضبط عرفتي كمية ديال المشتتات، بحيث انك ما كتقدرش تجلس حتى 2 دقائق في السكات بلا ما دير حتى شي حاجه، ولا حاجه ما يمكنش. من تيك توك الانستا، من الانستا اليوتيوب، من اليوتيوب كتجي كتقصي، كتمشي للمدرسه، كدير، كتخرج تسركل كدا، كتجي كتنعس. بيتي انا اش غادي دير؟ غادي تدخل مثلا شي بيت غادي تسد عليك وغادي تجلس وما غادي دير والو، غير غادي تجلس. غادي يبداو يجيوك افكار وكذا، ما قلت لك لا ركز لا غير جلس. افكار كيجيو، افكار كيمشيو، اسئله وتخربيق بزاف. تقدر تحس بالملل 5 دقائق 10 دقائق، غادي تعرف بزاف ديال الحوايج على راسك. زائد غادي تشوف دوك الافكار اللي كيجيو لك في دماغك. فهمتي كيفاش؟ النوعيه ديال الافكار اللي كيدوزو اللي كيجيو في دماغك، غادي تعرف بزاف ديال الحوايج غير بانك تجلس وما دير حتى حاجه. ستيب رقم 6 واللي هي سيلف تولك او التكلم الايجابي مع الذات. هاد العاده بغيتك ديرها، انك تدوي مع راسك. غادي يقول لك كيفاش تدوي معاك. دوي مع راسك بصفه انك مثلا واحد اخر. مثلا انا سميتي ادم، مثلا ادم قدامنا واحد الخطوه كبيره شويه صعيبه، ولكن بغيتك تركز معايا، بغيتك تولي ديسيبليني كدا. راك قادر ديرها، حنا قادرين نديروها. ملي كدوي مع راسك بحال من سيكند بيرسون، من منظور الشخص الثاني، دماغك كيرياكتي معاك بحال كيدوي معاك شي واحد اخر. تخيل مثلا صاحبك جا كيدوي معاك بحال داك الشكل. انت دوي مع راسك، شجع راسك، دوي مع راسك بايجابيه، هادشي كيبدا ينطبق عليك. تخيل مثلا انت عرفتي ديك الموقف، مثلا الا وقعت لك شي حاجه بوحدك، ماشي الا وقعت لك انت وصاحبك. مثلا كنتي غادي الزنقه ويتبعك شي هبيل مثلا، ماشي بحال هكا كنتي انت وعشيرك غادي في الزنقه وتبعكوا بشي هبيل. فهمتي كيفاش؟ ماشي في الشكل بحال هادشي. باش تبدا دوي مع راسك، دوي مع راسك بوزيتيف. ماشي كيفاش؟ دوي مع راسك بوزيتيف. خاصك تكون انت هو العشير تاع راسك. حيت الا انت ما قدرتيش راسك وما بغيتيش راسك،
كيفاش بغيتي واحد اخر يبغيك انت، وانت انت براسك ما جيتش ما باغيش راسك، فهمتي كيفاش تمزنينه. ستيب رقم 7 واللي هي الكرياتيفيتي او العادات اللي كرياتيف. خاصك دير شي حاجه كرياتيف بحيث انك كتكري وكتخلق شي حاجه جديده، مثلا انك ترسم، مثلا انك تغني، مثلا تصور، مثلا تكتب قصص. المهم كون كرياتيف في النهار تاعك. هادشي المهم كيخليك كرياتيف. ستيب رقم 8 هي الطبيعه، نيتشر. فيق في الصباح، خلي الشمس تضربك، دخل ضربك الشمس في عينيك، خلي الشمس تقيسك، حيد تريك وخلي الشمس تقيسك على الجلدة تاعك، البودي تاعك. تمشى في الطبيعة، قاد الشجر، تمشى فوق الربيع، تمشى حفيان. فهمتي كيفاش فيق الصباح، داك الهوا ديال الصباح رجع كيفاش كنا كنعيشو شحال هادي. ستيب رقم 8 يمكن اللي هي الدوبامين ديتوكس. غادي يقول لك كيفاش الدوبامين ديتوكس، انك تحيد كاع الدوبامين الخايب والانستنت جراتيفيكيشن. فهمتي كيفاش ديك السعادة اللحظية. سكرولينغ، بورن، جانك فود، سكار، كاع راك فاهم. حنا ما مخلوقينش على بديت هاد السعادة اللحظية. خاصك انت خاصك تقاتلو، دير واحد الهدف قدام عينيك وتقاتل واحد المدة طويلة باش توصل لداك الهدف، باش تحقق ديك الحياة اللي باغيها. ماشي انك ماشي تفرز الدوبامين، ماشي انك جالس صافي دوبامين دماغك 3 الاضعاف. دي حاجه ما طبيعيه وكتقتل المنتل هيلث تاعك. البورن، تتفرج في البورن، سكرولينغ، جانك فود، الماكله ديال برا، السكر، وبزاف ديال الحوايج. حاول نقص هادشي، حيدو. الا ما قدرتي تحيدو نقصو مع الوقت. فهمتي كيفاش؟ سليب، سبور، ايت، الهرم ديال الصحه. نعس من 8 ل 9 السوايع، كل ماكله صحيه، و تحرك ديال السبور. ودي راه حاجه باينه. اخر جوج ديال لي هابيت ما قبل الاخرى، واللي هي الفاستينغ او الصيام. اجي بلي شنو العلاقه ديال الصيام. حنا باش تشوف الاجداد تاعنا والاسلاف تاعنا ما كانش عندهم داك النظام ديال فطور وغدا عشاء، لانه كانوا كيفيقوا في الصباح وكانوا خاصهم هما اللي يمشيو يصيدوا، كيديروا واحد النشاط بدني اللي كدا تصيدوا وكدا باش يجيبوا القبيله باش ياكلوا. فهمتي كيفاش؟ فانك تفيق وتلقى الماكله موجوده وما درتي نتا عليها حتى شي مجهود، هذا بحد ذاته كينقص من البروداكتيفيتي تاعك، كينقص من الديسيبلين وشحال من حاجه. ففيق، دير اول 2 سوايع 3 سوايع عندك في النهار، خاصك تحقق شي حاجه. مثلا كنتي مثلا باغي تولي لعاب ديال الفوت، خاصك تنوض تريني، تمشي تريني، ترجع دوز بما بارد، تخطط النهار كامل وهذا باش تاكل. حققتي واحد الانجاز. بغيتي مثلا دير قناه في يوتيوب، كتفيق كتقاد سكريبتات، تتصور فيديو، كدير مونتاج، كتلوه فيديو، كتخطط الفيديو الجاي هاد باش تفطر. فهمتي كيفاش؟ ونفس الشي على النهار كامل تاعك. واحسن صيام هو الصيام الديني، الصيام ديال انك تاكل مع الفجر وكتبقى صايم حتى المغرب. هذا احسن صيام. الا قدرتي تصوم مثلا يومين في السيمانه، 3 ايام في السيمانه، غير نهار في السيمانه، نهار في الشهر، راك رابح. اخر هابيت، وهاد الهابيت هي اللي تقدر تبدل المنتل هيلث تاعك، وهي انك تبوشي راسك وتحط راسك هدف وتقاتل حتى توصل. هادي اكتر حاجه تقدر تحدى بها راسك وتعرف بها راسك وتحسن ماشي غير المنتل هيلث، انك تحسن راسك من مورا ما تحقق داك الهدف. انت قبل ماشي هو انت داك. مثلا بادي القرايه، انت حط راسك شي هدف كبير باش ما يكونش مستحيل. مثلا انت مولف كتجيب 10 11 9 كاع تدوز عندك الباك، اش غادي دير؟ حط قدامك 17. غادي تقول لي هدف كبير بزاف. بغينا هدف كبير، حيت ماشي نقول لك سيري جيب لي 19 ونص، جيب لي 20. لا لا، ما يمكنش. فهمتي كيف؟ ماشي ما يمكنش، ولكن مستحيله بالنسبه لك انت. اش بان المستحيل؟ ولكن تقدر تحققها، ولكن حاليا اش بان لك بالمستحيل؟ غادي نقول لك حط 17، هدف كبير بزاف وتقدر انك تحقق. حط مثلا غير 16، ولكن انا كنصحك دير 17. 17 غادي دير اي حاجه ممكنه باش توصل لذاك الهدف. في الاخر ديال العام اللي غادي تجيب داك 17 غادي تشوف راسك انت قبل
غادي تبدا التحدي ماشي انت هو من بعد، حط راسك ديما تحديات باش تولي لعاب ديال الفوت. عندك مثلا عندك واحد التيست مثلا من على 5 شهور، 5 شهور كل نهار تنوض تريني 17,000 مرة في النهار، فهمتي كيفاش؟ تريني 25 ساعة في النهار، فهمتي كيفاش؟ توصل لذاك الهدف نتا قبل، ماشي هو انت ماشي انت هو من بعد. اسمحوا لي لك واسمح لي انت بالضبط الا كثرت عليك في هذا الفيديو، شتيني بحال كنزرب وكندخل وكنخرج في الهضره. الفيديو راه زيرو سكريبت، ما درت لا سكريبت لا والو، درت غير بونش ديال الهابيت، ما درت لا سكريبت لا حتى حاجه، جيت دخلت نيشان. اسمح لي الا كنت كندخل وكنخرج في الهضره، ما تنساش دير ديك لايك سبسكرايب، تفرج في هذا الفيديو غادي يعجبك، وبيس.